لكم في قناة إكسبرس سيمون. اليوم فيديو جديد. بغيت نتقاسم معكم واحد النقطة. واحد جوج الناس سولوني جوج حمقوني، وصلنا حتى للمعيور الزبان. ما كيعرفونيش كنظن، ولكن كل واحد يخلصو الله. هي واحد طلب شي واحد يخلصو الله. الأول قال لي صيفطك واحد السيد في تيزنيت، جا عندك المحل بقى كتلعب بالبلاي ستيشن. ودابا أنا هوايتي نلعب في البلاي ستيشن. هو فين عنده المشكل؟ هذاك السيد جا في تيزنيت، لا جا قضينا مع الغرض، لقى عندي داك الشيء اوكي، ما لقاش راه انا بلاقي المحل راه ما كنكونش فيه 100%. كتجيني شي بريكول بعض المرات انا كنجي بريكول في الصباح، وفي العشيه كنكون في المحل. جاني شي بريكول وبقات مده طويله، راه ما يمكنش لي غادي نخليه وأنا تما جاي للمحل. شي انستالاسيون كبيره وهادي راه قربت تسالي، راه كنبقى تنكملها. فهاد الايام طوال راه نقسموها على الايام. وبدا يقول لي انا راه بروفيسيونيل، وانا علاش دخلنا لهاد الشيء، وانا كنعرف احسن منك. قلت لي ما عجبتك الصفحه ديالي بلوكيها وتهنى. وبقيت ديال البلوكاج، وبدا كيعاير والحاله. والناس فين واصله اخويا الحسد، فين واصله من البغض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. اجي كتفهم والو في هذا الدومين. الله العظيم اجي كتفهم حتى شي حاجه. انسان كتبيع ليه ما جاوبتوش اخويا، بلوكيني ودخل عند شي واحد اخر. عطا الله اللي كيبيعوا لي سيرفر، عطا الله اللي كيديروا الانيكمو، عطا الله اللي كيديروا البارابول، واللي كيديروا لي ساتيريت. قلت لك انا ما جاوبتك صافي، ما تدسرنيش، بلوكيني. انا عندي متابعين ديالي كيصبروا عليا. نقدر كاع نشوف الميساج وما نجاوبهمش، عارفيني غادي نجاوبهم. نقدر ننساهم ومع ذلك كيتسامحوا معايا وكيقدروا الظروف اللي فيها انايا. تيكون عندك الضغط، تيكون عندك الميساجات، تيكون عندك المحل، تيكون عندك كليان واقف لك في المحل، ما يمكنش غتبقى تجاوب في التليفون وتخلي كليان واقف. في الاخير بدا يقول لي انا واعر عليك، انا بروفيسيونيل عليك. وانا خويا اش قلت لك انا ديك شي حاجه؟ قلت شي واعر ليا بصحتك. انا ما كنعرف والو اسيدي، انت اللي واعر. والله يخلص الجميع. اللي تعدى عليا راه ما نسمعش ليه، اما والله كنت كنسمع، ولكن دابا اللي تعدى وعايرني ولا شي حاجه ما نسمعش ليه. السيستم اللي غادي بيه راه هو اللي غادي نبقى به. راه كاع اللي عندهم قنوات في اليوتيوب ولا في فيسبوك راه ما يمكنش غيجاوب كلشي، وما يمكنش ما غيجاوب حتى شي واحد. راه كاين اللي كتجي حتى 1000 ميساج في النهار، دايره كل ميساج كل 6 ميساجات في ساعه. راه 24 ساعه راه غتجي ما كاين حتى 100 ميساج غيقرا. وفين هي ديك 900 ميساج؟ كيجاوب لك يعيطي في التليفون، او بعض المرات كتعيطي في التليفون ابل عادي يجاوبوا. والله يخلص كل واحد. نمشيو للثاني. واحد المتابع اخر، هادو ماشي ما كنعتبرهمش متابعين هادو. سولني قال لي خويا شحال داك زين؟ يكولين زين خاوي. قلت ليه 180 درهم صافي. هو يقول لي واش كيدار فيه الفي اي بي؟ واش الفي اي بي مضمون؟ قلت ليه ما مضمونش. قال لي واش ما يقطعش فيه الفي اي بي؟ قلت ليه اخويا انت وزهرك، راه كاين اللي كيقطع ليه ومورغان يقدر يخدم يقدر ما يخدمش. واش فيه المونديال؟ قلت ليه لا، المونديال راك داروا فيه الفي اي بي 2، وهذاك الفي اي بي 2 حتى هو باقي ما مضمونش. واش لاحو ولا غير يلغيو ديك الفكره؟ هو يقول لي واش كجهاز خدام مزيان؟ قلت له راه جديد الجهاز، راه ما مستعمل ما والو. التيليكوموند والشارجور و اتش دي ام اي وداكشي ما مستعملش. الجهاز مبدل يعني مولاه ما كانش مخدمو. مطلوب شي حاجه ولكن هو ما كانش مخدمو، يعني حاطو داز العام ما استعملو ما حتى شي حاجه. هو يسولني عاوتاني قال لي داك الفي اي بي واش مضمون عاوتاني؟ قلت له ما مضمونش. ما نضمنش لك شي حاجه. قلت لي شارجي في جهه اخرى، خذ مع دي ريسيبتور وشارجي انت في جهه اخرى. في الاخر هو يقول لي غادي معايا الشمال مزيان في الريسيبتور. ساعه هو كيسول فيا في الميساجات.
ساعة وانا نجاوب فيه، نجاوب، في الآخر هو يقول لي هو عارف كلشي، وكنظن حريفي هذا، عارف كلشي، في الآخر هو يقول لي شحال تصاوب معايا في هذاك الريستوران، قلت له الثمن الآخر هو 180 درهم، قلت له شوف 180 درهم بغيتي أوكي، ما بغيتيش الله يعاوني يعاونك، بلا ما نبقاو نكثروا في الهضرة وهذا الشيء، هو يقول لي قال لي أنت باينة فيك نصاب، يعني أنا باين لي فيك نصاب وما غناخدش من عندك، والVIP أنت كتبيعها بهذا الثمن راه كاينة ثمن قل، وواخا ما عرفت شنو ما غناخدش من عندك، أنا ما كنتش غناخد من عندك كاع الأجهزة، وعلاش مضيع ليا أخويا وقتي، علاش مضيع ليا وقتي ساعة ديال المال، هو يقول لي أخويا ما ناخدش من عندك وبلا ما تضيع ليا وقتي وتبقى تهضر. هادشي اللي كاين اخوان، كنخوي عليكم من قلبي، اي حاجه كضرني كنخوي عليكم وصافي. اللي سمع الاوديو الدعاء كاع اللي تهدى عليا، دعوا الله سبحانه وتعالى.